السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا الجميع على قناتي وقناتكم نخوة كويزين. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم تشوفوا هذا الفيديو. رمضان مبارك على الجميع. كيف ما تشوفوا معايا وصفة اليوم غادي نحضر معكم فلفل مشوي ومقلي، كيجي اكثر من رائع. بالنسبه لي انا هنا درت فلفله الوان، فلفله حمراء وخضراء. يمكن لك ديرها باي لون تاع الفلفله متوفر عندك، كتجي بنينه ولذيذه ورائعه. يمكننا نقدموها مع المشاوي الدجاج او السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناتي، قناتكم نخوة كويزين. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا كما تشوفوا معايا هاد اللوينات. الفلفله عندي الاصفر والخضر والاحمر. غادي نحضروا ان شاء الله سلطه ساخنه بالفلفل، سلطه مشويه ومقليه كتجي اكثر من رائعه. بالنسبه لي خديت هنا الفلفله صفراء وحمراء وخضراء، شويتهم فوق البوطه قبل بعدا كينا غسلتهم، عاد شويتهم لان ما غاديش نبقاو نعاودو نغسلوهم كيف ما قلت، وشويتهم فوق البوطه ودرتهم في بلاستيكه حتى عرقوا، وقشرتهم ما غسلتهمش باش تبقى فيهم هذيك البنه تاع 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 الشي تاع الفلفله، تيجي رائع. كيف ما قلت لكم هنا عندي فلفل قطعتها قطع رقيقه طويله كيف ما تشوفوا معايا. هنا عندي ثومه اللي قطعت اللي حكيتها رقيق. غادي نضيف زيت الزيتون، وكيف ما تشوفوا معايا بعد ما تقلت الفلفله وشربت المية تاعها وقفات بالمية تاعها، درت ليها قزبور ومعدنوس. غادي نخلط الكل جيدا وكيف ما تشوفوا معايا. بعد ما نخلط الكل جيدا عشان مننساش هاد الفلفله مع القزبور والمعدنوس. وهاهي السلطه تاعنا واجده كيف ما تشوفوا معايا، كتجي بنينه وجديده واكثر من رائعه. كنتمنى تجربوها على طريقتي. بطبيعه الحال غادي تنال الاعجاب تاعكم. بقاو معايا متشوفين حتى تشوفوها في الطبق النهائي. وهي السلطه تاعنا واجده في الطبق النهائي كيف ما تشوفوا معايا. اللذة تاعها والذوق تاعها تيجي اكثر من رائع. كنتمنى تجربوها على طريقتي. ونلقى لكم الى فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه.